والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة. والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة. والله يا رب لك وحدك أقولها، لك وحدك. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب النهارده ان شاء الله هنعمل روتين كده خفيف وبسيط عليكم يعجبكم باذن الله. النهارده الفيديو حلو والفيديو جميل ومشجع، وكمان هناخدكم كده معانا في اخر الفيديو كده او في بعد ما اخلص الغدا يعني، وهنروح كده ايه الارض والخضره ونشوف حاجات حلوه كده ونجيب بشمله كمان. تابع معايا الفيديو بس لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبك جدا جدا. بدأت معاكم كده بالفطار، عملنا فطار بسيط كده، طعمية وفول وعيش طري وحتة جبنة من اللي كنت عاملاها معاكم على القناة، ودخلنا على طول في الغدا بتاعنا. احنا النهارده هنعمل رز مدسوس في الفرن، رز معمر، هنشوي سمك. طبعا الرز المدسوس زي ما انتم شايفين، جبت الرز وغسلته وحط عليه اللبن وشوية ملح ودسيته في الفرن زي ما انت شايف. طلع بالجمال والحلاوة دي. ايه رأيك بقى في الرز؟ في ثانية كان الرز استوى. يا ريت الفيديوهات ده في الحقيقة كده والله، او المونتاج ده ساحر كده، يعمل لك كل حاجه في ثانيه. ما شاء الله اللهم بارك. ادي الرز بتاعي المسوس زي الفل وزي العسل. وكمان كنت شويت السمك، كنت جايبه سمك شبار كده صغير، احنا بنحبه كده نتسلى فيه. كانت سمكه بلميه كانت زي العسل كده. وعملت صحن سلطه وصحن بتنجان وخضار. وده كان اليوم الغدا بتاعنا النهارده. ده كده روتين عادي وسهل وبسيط خالص. وكنت طبعا غسلت كمان وشغلت الغساله معاكم وعملت حاجات كتير قوي. بس بصراحه انا حطيت المقطع الاولاني دي كان مولد النبي، كنت بحب فيلم الشيماء جدا وبحب الاغاني اللي فيه بصراحه. فبمناسبه المولد النبوي يعني فكنت بتفرج على الفيلم ده، فقررت ان انا احط المقطع ده. حلو قوي وبيحسسني كده ما شاء الله بالسيره النبويه انا بموت في الفيلم ده، بعشقه. فيلم حلو قوي قوي ما شاء الله. ودخلنا بقى كده طبعا احنا كنا بقى خلصنا غدانا وعملنا اللي ورانا ورحنا العصريه بقى. اخدت ولادي ورحنا كده، كانوا بيقولوا احنا نروح نجيب بشمله يا ماما. قلت لهم انا هاجي معاكم اروح المقابر. كنت رايحه بقى ازور والدي الله يرحمه يا رب ويسامحه ويغفر له. وعايزاه كل اللي يدخل الفيديوهات يدعوا له بالرحمه والمغفره وينور قبره يا رب، ويجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم امين، واجعله في الجنه ونعمها هو موتانا وموتى المسلمين اجمعين. رحت كده قعدت جنبه. بصراحه والله القعده هناك يا جماعه عايزه اقول لكم انا لو فضلت قاعده كده طول النهار والليل يخش عليا كده وانا قاعده جنبه مش بحس بالوقت خالص. سبحان الله بحس بامان وبحس سبحان الله اكنه موجود جنبي، مع انه تحت التراب كده، بس بحس بالامان ما اعرفش ليه. احساس ما اعرفش يعني، احساس خارج عن الاراده بتاعتي. لولا عيالي كمان جولي ويلا يا ماما عشان نمشي المغرب قرب يأذن، رحت معاهم. حتى كانوا رايحين عند البشمله ما روحتش، قلت لهم روحوا انتوا هاتوا بشمله وانا هخليني هنا اقعد لحد ما تيجي. وعايزه ابصوا بقى الطريق بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الرز ما شاء الله كان اصفر كده وناس كتيره عملت الرز بتاعها، وفي ناس برضو لسه الرز في الارض لسه ما طلعوش من الارض يعني وكده. ما شاء الله الخضره حلوه قوي. في الوقت ده ابن جالي اهوت، احنا كنا كده ماشيين مروحين يعني. قعدنا في التراب او في المقابر يعني، قعدنا شويه حلوين. انا قعدت كتير هناك وما شاء الله كنا يوم جمعه، وكان عايزه اقول لك ان المقابر كانت مليانه ناس بتشغي. كنت تشوفي منظر الناس سبحان الله، والناس ماشيه على السكه زي ما انتم شايفين، والناس في المقابر، والناس كلها قاعده هناك، كل واحد كده قاعد جنب اللي والده واللي والدته واللي اخوه واللي اخته. والله يرحمهم جميعا يا رب ويصبر قلوبنا كلهم على كل اللي ليه عزيز وغالي عليه يا رب. الله يرحمهم ويسامحهم ويصبر كل من عزيز وغالي عليهم على قلوبهم يا رب. اني بقى جاب شويه بشمله كده واحنا ماشيين، قال لي ياما خدي ياما كلي. قلت له تعالى نقعد شويه هنا كده في الحته دي، حته طراوه بسم الله ما شاء الله ترد الروح كده. هوريكم البشمله اللي هو جابها بقى في الكيسه كده، كنت بحاول اوريكم اهوت. جميله صبحه بقى ومسكره وطعمها عسل. حتى انا كنت منزلكم فيديو شورتس كده عليها واقول لكم ديت، وطبعا ما عرفتوش هي دي بشمله تبقى مسكره كده. ودي طبعا الوقت بتاعها وكتيره جدا. الشجر كله بقى زارع بشمله. وخدنا السكه كده وقعدنا نتمشى في السكه بسم الله ما شاء الله. الجو كان جميل والجو كان حلو. احنا يا دوبك وصلنا عند البيت كده والمغرب اذن، او يمكن المغرب اذن علينا كمان، احنا لسه ما دخلناش البيت. كان يوم حلو. وانا ان شاء الله انا متابع، انا يعني على طول بعمل كده يعني. كل يوم جمعه كده بحب اروح المقابر، اروح ازور والدي، بحب اتمشى كده في الطراوه، اروح كده هناك اقعد في وسط الخضره في وسط الزرع ما شاء الله.
واقرا له الفاتحه واقعد اترحم عليه وادعي له، وبدعي طبعا لموتانا وموتى المسلمين اجمعين. طلعنا بقى قعدنا ناكل بشمله كده زي ما انتم شايفين. احنا كنا قاعدين في الحته كانت طراوه ترد الروح كده، الحته كده في اول السكه بتاعه المقابر بتاعتنا يعني وكده. اهي ديت سكه المقابر، احنا كنا قاعدين كده ايه، كان بيت كده مبني إيه عليه 3 كده، كنا قاعدين قدامه انا وولادي. اليوم النهارده سهل وبسيط، واحنا اول مره يعني اخرج كده يعني واروح في مكان، وقلت اصور لكم يعني معايا وكده. طبعا احنا كنا ماشيين بقى كده مروحين، وولادي ماشيين جنبي، وفي ناس ماشيه قدامي وفي ناس ماشيه ورانا، وكان الجو تحفه، الجو طراوه. انا قلت طبعا بعد كده ان شاء الله لما اجي رايحه تاني هصور لكم، او اجي رايحه حته اصور لكم. والله انا كنت هروح معاهم نجيب بشمله وكده، بس بصراحه انا قعدت جنب والدي كده، والدنيا معرفش سويت ان انا قلت لهم لا روحوا انتوا. قعدت ادعي له بقى، وقعدت افتكره وادعي له بالرحمه، وقعدت اتكلم معاه اكنه موجود معايا بالظبط. الله يرحمك يابا ويسامحك ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه يا رب. عايزه اقول لكم ان انا مفتقداه جدا جدا جدا. والدي ده كان سند وكان ظهر وكان كل حاجه. طبعا ربنا يخلي لكل واحده لها والدها عزيز عليها كده وغالي عليها ووالدتها. هم البركه بتوع البيت يا جماعه، والله هم البركه وهم كل حاجه في البيت. الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يا رب، اللهم امين. طبعا انا كنت ماشيه انا واولادي ماشيين كده وماشيين كيس البشمله في ايدهم، وعمالين بقى نتسلى فيها واحنا ماشيين في الطريق، عمالين ناكل فيها يعني. على ما وصلنا البيت كده كان يا دوب فاضل حبه صغيرين. المشوار كان حلو قوي وكان مسلي وكان مبسوطين انا واولادي. ويا رب يكون الفيديو ده يعجبكم، ولو لقيت الفيديو ده عليه كومنتات حلوه وعليه مشاهدات حلوه هعمل لكم فيديوهات من دي كتير. بصوا الناس منشره الرز كمان اهوت في الاراضي كده على السكه، لان الناس بقى خلاص بتبدا تنشفه وتبيعه بقى على طول. ده موسم الرز طبعا، كله بقى الناس دي في الوقت ده يعني، كل الناس كده فرشه مفارش كده على الطريق الرز في اراضيهم وقدام بيتهم كده. احنا كده كنا ماشيين، انا كنت طبعا بصور لكم بالتليفون. عايزه اقول لكم ان انا ما بعرفش اصور قوي وانا بره، ببقى محروجه ويعني حاسه ان الناس كلها بتتفرج عليا. بس انا ماسكه التليفون كده وقلت جمدت قلبي يعني وصورت بصراحه. اهو بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم المنظر حلو قوي.